السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة خلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدور عليها ومش قادرين توصلوا عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه هلال بوكينج فنادق حول العالم. التطبيق ده مساحته 23 ميجا محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بان انت تحجز فندق او تحجز فيلا او تحجز شقه او تحجز غرفه، بحيث ان انت في اي مكان مسافر ليه. لو حد مسافر يعمل عمرة، مسافر يحج، مسافرين رحلة مع العيلة، مع الاصحاب، مع الاصدقاء، مع اولادك، مع اطفالك، مع اصحابك، مع مراتك وزوجت او زوجتك، بتقدر ان انت تحجزوا المكان اللي انتوا هتكونوا في المدينة اللي انتوا رايحينها او في البلد اللي انتوا رايحينها. تقدروا ان انتوا لو هتحجزوا في فندق تقدروا تعرفوا مميزات الفندق ايه، اكله شربه، الفندق فيه حمام سباحة، فيه سبا، فيه جاكوزي، فيه جيم. الحاجات دي كلها بتفرق طبعا. لو مسافرين مثلا العمرة فانتوا بتبقوا عايزين مثلا مكان قريب من الحرم المكي، على بعد خطوات مش على بعد مسافة كبيرة. طبعا التطبيق ده بيخليك تحجز في اي مكان في العالم، مش في بلد معينة ولا في بلدين ولا كده. بتقدر ان انت تحجز قبل ما تسافر بوقت كافي، وتقدر تعرف السعر وتقدر تدفع عن طريق فيزا كارت او عن طريق ماستر كارد. وتقدر ان انت تحجز المدة اللي انت هتقيمها هناك، سواء مثلا هتقيم اسبوع، 10 ايام، شهر، على حسب المدة. وتقدر ان انت اول ما توصل تقدر تستلم يعني الغرفة او الشقة او البيت او الفيلا او اي حاجة انت حاجزها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بالاضافة ان التطبيق بيكون في بعض المشاكل التقنية، ان هو يعني ممكن يظهر لك بعض الاماكن ان هي فارغة، سواء مثلا شقق، سواء فيلات، سواء غرف في فندق. ولما توصل تلاقي ان المكان اصلا اللي انت حجزته ده المكان ده متأجر اصلا ومش فاضي. طبعا الفلوس بتقدر تستردها عادي، ما فيهاش مشكلة. بس انت بتروح المكان بتلاقي نفسك يعني ايه، مش عارف تروح فين ولا تيجي منين. فدي برضو عيب موجود في التطبيق. التحديثات مش يعني ما فيهوش تحديثات سريعة، يعني المكان ممكن يكون اتحجز او كده وهم ما يعرفوش انه المكان اتحجز او المكان اتأجر. بس كده يعتبر العيوب والمميزات بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.